السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كيك حلو قوي، طريقته سهلة. اول حاجة كده هحتاج 3 كوبايات دقيق منخول، هتنخليه كويس قوي، لازم تنخليه مع البيكنج باودر. لما بتنخليه كده مرتين ولا حاجة بيدي هشاشة كده للكيكة حلوة قوي. هننخله كويس قوي هو البيكنج باودر مع بعض بالشكل ده، ونركنهم على جنب لحد بقى ما نحضر الخليط، باقي الخليط في الخلاط كده. هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل ب4 بيضات وكيسين فانيليا، 3 معالق كبار سمنة بلدي، ممكن زيت يكون نضيف. بعد كده كوباية لبن، معلقة كبيرة خل، الخل بيدي برضو هشاشة للكيكة حلوة جدا. كوباية سكر، نضربه كويس قوي في الخلاط بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بيه على الدقيق بتاعي اللي انا نخلاه كويس قوي، نقلبه كويس لحد ما يبقى خليط ناعم بالشكل ده. هجيب بقى قالب الكيك بتاعي وادهنه سمنة واديله رشة دقيق كده بسيطة بالشكل ده. انا بحب تسوية الالومنيوم احلى كتير من التيفال، بس هي طلعت هنا حلوة برضو ما شاء الله. ده كان قالب جديد اول مرة اعمل فيه، بس طلع حلو الحمد لله. هنزل بقى بنص كمية الخليط اللي انا عملته في القالب. طريقة سهلة جدا وناجحة جدا حلوة قوي، اتمنى تجربوها. هاجي بقى على النص التاني، الخليط التاني، واضيف عليه معلقتين كاكاو خام بالشكل ده. ده كاكاو اسباني انا بحب استخدمه، بيدي لون وطعم حلو جدا. هقلبه بقى كويس مع بعض. بعد كده هنزل بيه على الخليط. هنا كده الاول كان عندي شوية شوكولاتة مبشورة، ضفتها كده في النص، دي اختياري طبعا بس عشان كانت موجودة عندي استخدمتها، وادت طعم حلو جدا. بعد كده دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. بيعدي نص ساعة كده وتختبرها بالخلة أو عصاية الشيش طاووق، لو طلعت نظيفة أو شوكة أي حاجة يبقى هي كده تمام خلاص استوت. هنقلبها بقى مع بعض ونقطعها واوريكم بقى شكلها وجمالها، وطعمها كمان كان تحفة جدا اهو ما شاء الله، تحفة شكل وطعم وكل حاجة ما شاء الله. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى طريقتي تكون سهلة وتعجبكم، وتشجعوني بكومنت حلو ولايك للفيديو. هي طبعا اتفتفتت مني شوية كده علشان كانت لسه سخنة، المفروض تسيبها تبرد خالص بعد كده تقطعيها. بصوا شكلها ما شاء الله حلو جدا وطعمها جميل قوي قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو. بصوا هقطع بقى معاكم كده اوريكم شكلها ما شاء الله حلو قوي. اتمنى ان طريقتي تكون سهلة وتجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.